بينما مثلا ديما نقارنوا مثلا بالمغرب، نلقاو المغرب وصلت تعمل في شيفر دافير في 2022 9 مليار دولار من الفوسفات برك. 9 مليار دولار معناتها تقريبا فوا 3 معناتها 27 ولا 28 معناتها 28 مليار دينار. شوف معناتها تقريبا ثلث ميزانيه تونس من الفوسفات فقط. والازمه هذه للاسف الشديد استفاد منها منافس عربي هو بيدو اللي هي المملكه المغربيه. الازمه دي استفادت منها برشا بعد يعني تقلص انتاجنا للفوسفات خلال الفتره هذه. تحكس حقيقه الوضع اليوم. تفضل. هو نحكيه يعني تطور الانتاج، وديما السنه المرجعيه هي تقريبا 2010 يعني تقريبا الانتاج للاسف في 22 نستوردوا. المجمع معناتها يجيب الفوسفات من المغرب باش يرجع يخدم، وثم زوز ملايين طرناطه مطيشين في المغاسل. معناتها شوف الوضعيه وين وصلت المفارقه باش تعرف اللي فعلا هو وقت اللي سماها الثروه المهدوره. فعلا هذه ثروه مهدوره موجوده هذه. لكن زاد خلينا نقول حاجه، لكن زاد راهو الدوله يلزم تخرج من عقليه نمشي وانت تذكر قفصه بمناطقها الاربعه معناتها نتاع الانتاج نخمموا فيها كان هيك باش نمشي نجيبوا الفوسفات، الاستغلال الفوسفات. لا يلزم زاد تقمم توفير بيئه قادره على الحياه في الجهات هذيك. راهو اللي ما مشاش القفصه وما مشاش للرديف وما مشاش للمتلوي وما عاشرش ناسها وما شافش المناخ فيها اللي ما تنجمش احيانا تتنفس، اللي يشوف الوضعيه هذيك نتاعهم ازمه المال يبقى بالشهر واللي شهرين اللي راهو ما فيها حتى شيء في الحد الادنى من المفروض من المسؤوليه المجتمعيه اللي يتعمل سبيطار به، لانه ثم امراض خطيره جدا قاعده موجوده هذيك نتيجه هيك التلوث اللي موجود هذيك. ما تلقاش سبيطار يتمتع راهم الناس ما همش طالبين معناتها حاجه بارفين معناتها طالبين باش تولي جنه، طالبين الحد الادنى اللي يتوفر في المنطقه هذيك من اجل اللي هم يعيشوا في الحد الادنى. وثاني حاجه بالفعل يلزم معناتها الدولة تنقطع على التعامل مع الجانب المنفعي، الجانب البراغماتي هذه نتاع قفصة. يلزم تتعامل اللي ثم منطقة عندها مواطنين، يلزم مخصصات تنموية للجهة هذيك بعيدا على الشركة. يا خويا خرج الشركة، خلي الشركة هذيك تهتم بجانبها التجاري الربحي ونح منها المسؤولية المجتمع هذه تاخذها الدولة. خذ انت المسؤوليه المجتمعيه، جزء يمكن من الايرادات نتاع الشركه وجههم، اما ما توليش انت تستقيل كدوله في قفصه ومناطق الحوض المنجمي وتحط المسؤوليه على مسؤوليه الشركه هذه. بري انت حل مشكلتك مع العباد. هي شنو اللي يصير في الاخير؟ العباد يقول لك شركتنا، بما انك انت خرجت من مسؤوليتك كدوله. وراو لي سنوات حتى من كنا راهو نحقوا في 8 مليون طن راهي كانت بالقمع، راهي ماهيش كانت على اساس نوع من التراضي ما بين السكان غادي اللي يعتبروا الشركه نتاعهم